جايبه لكم النهارده فكره تحفه بمليون جنيه. هتعملي اجمل شنطه ترندي موجوده في السوق وبواقي قماش موجوده عندك باقل تكلفه. تعالي معايا نشوف ازاي عملناها زي ما انت شايفاها كده، وتابعي الفيديو للاخر خطوه بخطوه، هتنبهري بالنتيجه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا نبدأ. اول حاجه جبنا القماش الموجود عندنا، والقماش ده كان خامته خامه الجوخ اللي هو الشتوي شويه، وده هيبقى لطيف معانا في التنفيذ عشان هيبقى واقف شويه في الشغل، لان طبعا الشنط بتبقى طبعا معظمها جلد، فبيبقى النتيجه بتاعتها افضل بالنسبه لان هي بتبقى ماسكه نفسها كده وصلبه. وطبعا احنا هنحط له شويه دعامات، زي طبعا ان احنا هنحط بطانه، وهنحط ما بين البطانه والقماش هنحط حاجه برضو موجوده عندنا بتيجي مع الاوردرات بتاع الشحن، وبتيجي في اي حاجه مثلا انت شاريها جديده، بتبقى حاجه زي فل خفيف بسيط كده. ولو عندك فايبر ينفع، لو عندك اي حاجه طريه موجوده عندك تنفع، يعني مش واقفين على حاجه معينه. ولو ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي، ممكن تحطي طبقتين قماش يكون قماش ماسك نفسه برضو شويه، او تحطي من نفس القماشه اللي انت مستخدماها 2 أو 3 فوق بعض. وهتبتدي انت تشوفي الطريقه بعد كده هتثبتيهم ازاي مع بعض زي ما يبقى معانا في الفيديو. تابعينا وانت هتشوفي الطريقه واحده واحده، حتى لو حاطه قماش هيبقى النتيجه برضو كويسه جدا ومرضيه. لاني بجد انا نفسي انبهرت بالنتيجه. انا كنت في الاول بعمل تصميم، ويعتبر ان انا غيرت التصميم في نص الشغل، لاني فعلا اعجبت بنتيجه ان القماشه ده ازاي ابتدت ان هي تبقى فيه صلابه. ولما دوست عليها على المكنه حسيت بنتيجه عجبتني جدا. فيعني بجد بجد انا معجبه بنتيجه الشنطه دي، لاني انا كنت في محل وكنت هشتري اختها بالظبط وكانت عجباني، ولقيت سعرها غالي جدا. فلما نفذتها لا، يعني منبهرة بالنتيجة. هي ما كانتش طبعا نفس الخامة، كانت جلد، بس انا حاسة ان هي بالنسبة لي مرضية جدا جدا يعني. هنا بقى في الخطوة دي جينا بعد ما ثبتنا الطبقات اللي احنا هنستخدمها، ابتدينا ان احنا نعلم مكان الخياطة زي ما انتم شايفين كده. ممكن التعليم ده ما يبقاش مربعات، ممكن يبقى سمبوكسات، ممكن يبقى طولي، ممكن يبقى مثلثات. الرسمة اللي انت حباها تكون على الشنطة، لان ده الفينش النهائي بعد كده اللي هيبقى موجود على الشنطة. فالرسمة اللي انت حباها، لو في دماغك رسمة معينة ممكن ان انت تبتدي ترسميها على القماش وتعلميها وتمشي عليها بالخياط. ممكن الخياطه دي تبقى باليد كمان على فكره، يعني لو انت عندك صبر كده بالراحه واحده واحده كده تقعدي تعمليها، وتبقى بلون تاني غير لون القماش برضو متاح. كل ده هيبقى ده الديزاين بتاع الشنطه بتاعتك. يعني انت ممكن تبقي بتعمليها لطفله حابه مثلا تدخلي الوان مختلفه مثلا في الخيط، عادي. كل ده تبع رغبتك انت، وتبع يعني حابه الفينش النهائي بتاع الشنطه يبقى شكله ازاي. تمام، دي حاجه ايه يعني، دي حاجه ليكي انت. بعد كده بقى ابتدينا ان احنا نثبتها على المكنه زي ما انتم شايفين كده، رايح جاي رايح جاي، بتدينا طبعا الثبات بتاع القماش، وبيدينا شكل نهائي للشنطه، وفي نفس الوقت بتثبت لنا الجزء اللي هو الفايبر اللي احنا مدخلينه في التبطينه بتاعه الشنطه. بعد ما خلصت بقى الجزء ده، هنا بقى ابتديت ان انا اغير الديزاين اللي كان في دماغي. انا كان في دماغي ان انا اعملها شنطه طبقتين على بعض، فلما لقيت النتيجه طلعت كده افتكرت الشنطه اللي انا كنت عايزه اشتريها في لحظة ما. يعني كده جيت ابتديت ان انا اراجع نفسي وقلت لا، طب ما هي دي هتديني نفس مساحة الشنطة والمقاسات اللي انا كنت شايفاها عليها، لا انا هعملها الشنطة دي وهشوف النتيجة، هل هي هتطلع فعلا زي ما انا تخيلتها وزي ما انا كنت شايفاها يعني قدامي، ولا ممكن لا. وكملت فعلا على كده ان انا هعملها الشنطة اللي انا كنت عايزة اشتريها. وابتديت ان انا اغير بقى في التصميم. جبت دي شنطة كانت عندي قديمة، فكيت كل الاكسسوري اللي كانت موجودة عليها، وابتديت ان انا احطها على شنطتي دي. على فكرة ودي فكرة بمليون جنيه فعلا، لاني عندنا كلنا تلاقي شنط قديمة وعليها حاجات بجد، وانت بترمي الشنطة بتبقي يعني ايه، صعبان عليك الشنطة ان انت ترميها بالحاجات الجميلة اللي موجودة فيها دي. فانت ممكن تفكيها وتخليها عندك لوقت زي ده هتحتاجيها. انا كان نفسي بس اصور لكم الشنط اللي انا فكيت. انا عندي كمية شنط فكيت منها الحاجات دي
كتيره جدا. كان نفسي اعمل لكم فيديو للفك، ممتع ممتع جدا. فانت ممكن تقدري تقعدي تعملي نفس الفكره دي وتبتدي انت تفكي الشنط مع نفسك كده. فدي في حد ذاتها حاجه ممتعه. بعد كده بقى ان انت طبعا تضيفيها على شنطه وتطلعي منها حاجه، دي حاجه مبهره. فابتديت بقى هنا برضو السوسته دي برضو بتاعت شنطه تانية برضو كنت فكاها. كل الخامات اللي مستخدمينها هنا في الشنطه كلها حاجات معاد تدويرها، يعني من موجوده من حاجه عندي، ما اشتريتلهاش حتى السوسته يعني. تمام. فهنا دي الشنطه هنا يعتبر معموله من الالف للياء من حاجات معاد تدويرها. ابتديت هنا ده السوسته دي. السوسته طبعا كانت طويله فانا استخدمتها في حاجه تانية اصلا، يعني مش ما استخدمناش السوسته كلها، احنا استخدمنا الجزء اللي احنا محتاجينه بس، لاني زي ما قلت لكم ان انا غيرت الديزاين. تمام. وابتديت ان انا هنا اقفل السوسته طبعا لسه البطانه دي اللي احنا كنا لسه مستخدمينها لسه بقى ما حطيناش البطانه الداخليه للشنطه اللي احنا هنستخدمها. وقفلنا السوسته تمام. وبعد كده هنبتدي ان احنا نركب البطانه. انا ما عملت لهاش بطانه، يعني هو انا خدت البطانه القديمه بتاع الشنطه دخلتها جواها وثبتها بس بعد ما ثبت السوسته. ما ابدعتش في الجزئيه دي، ما عملتش اي تاتش جديد من عندي. هو ده كل اللي حصل. فطبعا الفينش بتاع البطانات بتاع الشنط بالذات لما بتبقى غاليه شويه بتلاقيها ما شاء الله تحفه بصراحه. والشنطه لما بتبقى جلد ممكن بعد مده تلاقيها باظت وانهارت مثلا، او الجلد لونه اتبهدل كده، فالبطانه بتبقى ممتازه. البطانه قماش فما بتبقاش فيها اي حاجه. وهنا الفصلان المعتاد ان الابره التانية تقطع معاكي، بتضيع شغفك وانتي بتشتغلي. ده اي حد بيقعد على مكنه اكيد حاسس بيا في النقطه دي. بعد كده بقى خلصنا الجزئيه دي هنبتدي نثبت بقى الاكسسوارز. ودي حاجات طبعا مهمه برضو ان احنا ناخد بالنا منها في الشغل واحنا شغالين، حتى لو شغاله على ايدك على فكره، عشان ما ترجعيش تاني تقعدي تفكي. ان انتي تاخدي بالك مثلا خلاص النقطه دي هبتدي اركب الجزء ده اللي هي علقه الشنطه مثلا، على حسب برضو انت هتعملي الشنطه ليها كذا يد ولا يد واحده. هنا انا عاملاها ليها يد واحده زي ما شفت التصميم بتاعها بالظبط، انا منفذاها هنا. ابتديت ان انا خلاص دماغي شغاله على الديزاين ان انا شفته. هنا في البطانه دي البطانه دي كانت صغيره سنه، انا مزوده لها الحته اللي انا بفتحها مع حضراتكم دي. بفتح الحته دي ليه بقى؟ عشان الفينش بقى يطلع نظيف، يعني اكني شاريه الشنطه بالظبط. هفتح الجزء ده من البطانه ان انا ببتدي بقى بشتغل. البطانه بتبقى كلها شغلها بيتركب على المقلوب، وبعد كده برجع من الحته اللي انا فتحتها دي اخرج الشنطه كلها بقى، فالشنطه تظهر لي في المظهر الفينش بتاعها ان هي متقفله، ما فيش اي، ما تبقيش عارفه هي اتقفلت ازاي، بس هي بتتقفل بالطريقه دي. زي ما انت شايفه كده انا بادئه ماسكه الشنطه مقلوبه والبطانه مقلوبه، وبقفل الاتنين على بعض من اتجاه السوسته، يعني من اتجاه السوسته البطانه مفتوحه، ومن اتجاه الشنطه الشنطه مفتوحه. ببتدي ان انا اقفلهم الاتنين مع بعض من اتجاه السوسته. وبعد كده من الجزء اللي انا بقى فتحته ده هوريكم ازاي هقلب الشنطه. تمام كده، ده كله كده مقلوب اهو. الشنطه كده دلوقتي قدامنا كلها مقلوبه. انا نفسي بس تكون الفكره واصله لكم. اهي الشنطه كده كلها مقلوبه اهي. هبتدي ان انا ادخل ايدي من الجزء اللي انا فاتحاه معاكم اهو الشنطه اهي. وهنا طبعا الحاجات اللي هي بيبقى فيها كورنر دي لازم ان انت تقصي حاجه بسيطه كده، عشان ان انت لما تيجي تفردي الجزء ده يطلع معاكي مفرود مظبوط، ما يبقاش في حاجه مكلكعه او عامل ويفي كده، لا عايزينه يبقى طالع مظبوط، يعني اللي هو بزاويه المثلث المظبوطه بتاعته. حتى لو انت ايدك مش هتظبطها بتحطي مثلا اي حاجه مفك المكنه، المقص نفسه كده بس كده من الامام بتاعه ان هو يظبط لك الجزئيه دي. زي ما انتوا شايفين انا قاعده باكد على الجزء ده حتى من ناحيه السوسته برضو، ابتدي ان انا اظبطها بحيث ان الشنطه تطلع مظبوطه من الجناب، كل جنب قد التاني، ما يبقاش فيه واحد معدول واحد تحس ان هو لان الحاجات دي بتفرق شويه في الفينش وفي لوحه الحاجه، يعني بتظبط لك الحاجات دي. بس بعد كده بقى ابتديت اقلب الشنطه زي ما انتوا شايفين، على بال ما بتقلبيها بتلاقي كل حاجه رجعت في مكانها. ببتدي ان البطانه ترجع في مكانها والشنطه تكون خدت وضعها. ودي بيكون الفينش النهائي للشنطه. اتمنى تكون الفكره عجبتكم واتمنى تستفادوا منها، وبجد يعني فكره انا عن نفسي انبهرت بيها يعني. فاتمنى تكون الفكره وصلت واتمنى لو عجبكم الفيديو تشاركوه مع اصحابكم وتنفذوه. ولو حد نفذ الفكرة يا ريت يبعتها لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.